السلام عليكم، أهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار غادي نشارك فيه معكم مجموعه جديده من الموديلات ديال القفطان المغربي اللي كيجي خفيف. موديلات اللي غنشارك معكم هذا النهار اخر ما كاين تشكيله كتجي خاصه لرمضان 2025. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، لانه فيه مجموعه من الموديلات مختلفه من الموديلات ديال الطرز الرباطي اللي كيجيو بالمبره واللي كيجيو خفاف وهكا سامبل بالنسبة للسيدات اللي كيبغيو قفيطنات يلبسوهم في الدار. فكنتمنى الفيديو يعجبكم، تابعوه معايا للاخر باش نشوفوا جميع الموديلات. وهنا غادي نبداو مع هذا الموديل اللي كيجي رائع في البلون كاسي مخدوم بالطرز الرباطي ديال اليد. شوفوا معايا الالوان شحال جاو زوينين متناسقين. بالنسبه للوينات كيجيو مخدومين بالحرير، وكذلك فيهم حتى اللون ديال الصم كيف ما كتلاحظوا معايا، حتى طريزات بالصم اللي كيجيو في اللون الذهبي. وهنا غندوز معكم لهذا الموديل ديال المبرة، قفيطي اللي كيجي خفيف ديال المبرة مخدوم بزواق المعلم، وكيجي فيه الحزام كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا الشكل ديالو كيفاش كيجي انيق. وهنا غندوزو باش نشوفوا هذا الموديل هذا، حتى هو قفطان بلا حزام كيجي مخدوم بالثوب ديال المبرة، وكيجي فيه الزواق المعلم كيف ما كتشاهدوا معايا مخدوم بالديكرادي ديالو. هنا صورة اخرى كتبين لنا الموديل كيفاش كيجي. كذلك كاين هذا الموديل هذا حتى هو قفيطين خفيف، الرشمه ديالته مختلفه كيف ما كتلاحظوا معايا، وحتى هو كيجي قفيطين اللي يقدر يتلبس بلا احزام، وتقدروا ديروا معاه المجدول، يعني الحزام ديال المجدول. وهنا غندوزو باش نشوفوا هذا الموديل كيجي في اللون الزيتي، موديل رائع مخدوم بالتنبات بالحجرات ديال الكريستال، وكتجي فيه الخياطه خفيفه. بالنسبه لهذا الموديل هذا قفيطين كيجي في اللون الباج ومخدوم بالاورانج، وكيجي فيه التبطين من الداخل في اللون الاورانج هكا باش كتجي الخدمه عاطيه اكثر، وكتجي كيجيو الالوان متناسقين مع اللون ديال القميص. بالنسبه للقميص هنا راه كيجي مخدوم غير الثوق ديالو، غير العنق بزواق المعلم، كيجي بهذا الشكل هذا. ستيل اللي كيجي مختلف وكيجي انيق في اللبسه ديالته كيف ما كتشاهدوا معايا. وهنا البنات كاين هذا الموديل ديال جوهره كيجي مخدوم بالراندا، راندا غوزه كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنا غندوزو نشوفوا هذا الموديل هذا اللي هو قميص كيجي دو بياس مخدوم بالسفيفه، خدمه اللون في اللون. بالنسبه للفوقي ديالو كيجي ثوب اللي فيه الوريدات، وبالنسبه للقميص التحتاني كيجي ديال الساتان مخدوم اللون في اللون كيف ما كتشاهدوا معايا. موديل كيجي مختلف وكيجي انيق. كذلك انا غندوز معكم باش نشوفوا هذا الموديل اللي كيجي بالطرز الرباطي ومخدوم بالراندا هابطه حتى لتحت، ما كيجيش خدمه من السوق، هذا كيجي هابط حتى لتحت. وهنا غادي ندوز معكم باش نشوفوا هاد الموديلات اللي جداد. بالنسبه لهاد النوع ديال الثوب، ثوب جديد كيجي صراحه زوين في القفيطنات اللي كيتلبسوا بحال هكا بالحزام ديالهم ديال الثوب، يعني من نفس النوع ديال الثوب طبعا، ولا كتقدروا ديروا لهم ديال حزام ديال المجدول اللي كيكون مخدوم بالحرير. بالنسبه للقفطان هنا كيجي مخدوم بالطراسن، والعقيدات هابطين حتى لتحت كيف ما كتلاحظوا معايا، وكيتلبس حتى بلا حزام مطلق. بالنسبه لهذا الموديل فيه الالوان، الثوب ديالو كيجي بحال الشكل ديال الجوهره، ولكن هو ماشي جوهره، ثوب اللي خارج جديد. كتقدروا تلبسوه في القفيطنات كيجي زوين بزاف، خصوصا هاد القفيطنات اللي كيتلبسوا هكا خفاف للدار، وفيه اللوينات. بالنسبه للالوان فيه هاد اللون الاخضر كيف ما كتلاحظوا معايا مخدوم حتى هو نفس الخدمه، خدمه اللون في اللون. على فكره راه كتجي زوينه بزاف هاد الموديلات هادو. كاين هاد اللون اللي كيجي بحال السومو، كاين هاد الغوز فوشيا. وهنا غادي ندوزو باش نشوفوا هذا الموديل اللي كيجي موديل رومي كيف ما كتلاحظوا معايا، كيجيو فيه الكميم واسعين بهذا الشكل هذا، مخدوم بالسفيفه كتجي هابطه حتى لتحت. وهنا غادي ندوز معكم باش نشوفوا هذا الموديل كيجي في اللون الباج، خدمه اللون في اللون. بالنسبه للقفطان كيجيو فيه فتاحي في الجناب، وكتجي فيه الخدمه هابطه ديال الضفير، ضفير باللين هابطين حتى لتحت، ومخدوم معاه زواق المعلم. وكيف ما كتلاحظوا كيجي عامر بالطرز حتى من الكميمات ديالو كلهم كيجيو مطروزين بهذا الشكل بالطرز الرباطي. بالنسبه للقفطان مخدوم بجوج الالوان، اللون ديالو والديكرادي، سواء بالنسبه للخدمه ديال زواق المعلم كتجي بالديكرادي، وحتى الطريزه ديالته كتجي مخدومه بلونو واللون الديكرادي. بالنسبه لهاد الموديل، موديل اللي هو قفطان مخدوم بخدمه ديال البرشمان كله كيف ما كتلاحظوا معايا، حتى دوك الطريزات اللي كيجيو فيه راه ديال البرشمان. ثوب ديال المبرة كاشمير اللي كتجي سخونه، وكيجي فيه زويوقات مخدومين بالتركوه، قفيطي اللي كيجي خفيف ديال الدار وفي نفس الوقت شتوي. وهنا غندوز معكم باش نشوفوا مجموعه من الموديلات ديال القفاط اللي كيجيو خفاف. بالنسبه لهاد الموديلات الجواب ديالهم كيجيو فيهم الالوان. كاين هاد الموديل هذا
كيجي في اللون الاسود كيف ما كتلاحظوا معايا، وفيه واحد الطبعه اللي كتجي باللون الازرق ومجموعه من الالوان اخرى. بالنسبه لنفس الالوان هما اللي جاو في الخياطه كتجي انستوغ. بالنسبه لهذا كيجي في اللون الاخضر مخدوم بالسفيفه نستوغ كيف ما كتلاحظوا معايا، وكيجي غير مجموع بالعوينات ما فيش العقاد. بالنسبه لهذا الموديل هذا كيجي مخدوم في لون تيركوا. بالنسبه للسفيفه ديالته كيجي فيه حتى الزواق المعلم. وبالنسبه للثوب ديالو كيجيو فيه مجموعه من الالوان منهم اللون ديال الخياطه. بالنسبه لهاد الموديلات ديال هاد التواب اللي كيجيو هكا فيهم اللوينات، هاد التواب ما تيكونوش غاليين في الثمن، كيطيحوا رخاص وصراحه كيطلعوا زوينين بحال هكا في قميص ولا قفاطن اللي تقدروا تلبسوهم في الدار. كيجيو زوينين بزاف وحتى في الخياطه ديالتهم ما كيطيحوش غاليين. بالنسبه للخياطه ديال السفيفه نص مع زواق المعلم ما كطيحش غاليه، تقدروا تخدموهم حتى غير بالطراسن راه كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه للتواب ديالهم موجودين وكاينين في الالوان. فبالنسبه لهاد النوع ديال الثوب اللي كيكونوا فيه هكا طبعات ولا وريدات، كاينين بزاف الانواع ديال الثوب اللي تلقاو فيهم هاد الشكل هذا. غير كتبقى كل سيده وعلى حسب القدره الشرائيه ديالها. كاين الساتان وكاين الثوب ديال لولا اللي فيه هاد السواق بحال هكا، كاين فيه بزاف الموديلات مختلفين. وكاينين حتى الثواب ديال الخيط ديال قفاط اللي كيكونوا هكا فيهم الالوان. فكاين مجموعه من الاسماء مختلفه اللي متواجده في الاسواق المغربيه، تقدروا تشوفوا منها شي نوع ديال الثوب وتخيطوا بهذا الشكل هذا. صراحه كيجيو زوينين بزاف. وبالنسبه لهذا الفيديو هذا حاولت نحط لكم هاد الموديلات اللي لقيت كلهم هكا باش تاخذوا فكره. وهنا غادي نرجع نكمل معكم باقي الموديلات. بالنسبه لهذا الموديل حتى هو كيجي بالسفيفه، كتجي فيه السفيفه مضوبله على جوج وكيجيو فيه العقيدات خياطه نستوغ. بالنسبه لهذا موديل اللي كيجي بالوان ترابيه كيف ما كتلاحظوا معايا، كتجي فيه خياطه نستوغ مخدوم بالسفيفه، والفصاله ديالته كتجي بحال الشكل ديال الكندوره كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لهاد الموديلات تقدروا ديروهم هكا بالكميم، تقدروا ديروهم نص. شوفوا هنا معايا هذا الموديل كيجي في اللون البلون كاسي مع الاسود، ولكن تخدم باللون الموف، كيجي هكا بالكميمات وفيه خياطه نسوق. بالنسبه لهذا كيجيو فيه السفيف مخدومين بجوج الالوان كيف ما كتلاحظوا معايا. تقدروا تخدموا حتى بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه بزاف، انكم تخدموا السفيف بجوج الالوان وديروهم نص ثوق وديروا الكميم. دابا بما انه الحال غيكون بارد فكنفضل انكم ديروا القفطان بالكم يكون طويل. شوفوا هذا الموديل شحال طلع غزال، جا مخدوم في اللون الباج. وكاين هذا الموديل هذا حتى هو مخدوم بالسفيفه في جوج الالوان في الغوز واللون التركوا كيف ما كتلاحظوا معايا. كيجي القفيطين هكا بجوج فتيحات في الجناب. كاين هذا الموديل اللي كيجي في اللون المارو ومخدوم بالتركوا كيف ما كتلاحظوا معايا، وكيجي فيه حتى هو السفيف مضوبلين بالخياطه اللي كتجي نستوق مع العقيدات. وهنا وصلت معكم لهذا الموديل اللي كيجي في لون اخر وحتى هو نفس الخدمه، يعني غير الالوان اللي كيختلفوا. وهنا وصلت معكم لاخر موديل حتى هو طلع غزال كيف ما كتلاحظوا معايا. فهنا ما بقى لي الا نودعكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء.